مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم وبداية هذه الفترة المفتوحة وحوارنا الممتع والمفيد مع الدكتور مجدي حسن علام، استشاري الأمراض الأسرية والإرشاد الأسري. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور مجدي. أهلا بيك يا دكتور محمد، وأهلا بجميع العاملين في الإذاعة التعليمية ومستمع الإذاعة التعليمية. يمكن كل سنة وحضرتك طيب. امتحانات نهاية العام بدأت ومستمرة وستظل لبعد العيد. يمكن يعني هنقول ايه نصائح لمستمعينا، وخلي العنوان كده: في بيتنا امتحانات نهاية العام. والله يا دكتور محمد، يعني دايما احنا بنحس بحالة الاستنفار المتميزة في المدارس اللي فيها الثانوية العامة، وبيبقى معاها أجواء بقى توتر وانفعال، اللي هم طوارئ الامتحانات. معلش مش هنيجي زيارات ولا هنحضر أي اجتماعات ولا مناسبات. مناسبات عشان طوارئ الامتحانات. مم. هي وبيبقى هي الطوارئ بقت لكل السنوات الدراسية. يمكن حتى من المرحلة الابتدائية بقى للأسف أولياء الأمور بيبقى عندهم توتر. الدبلومات كمان الفنية والإعدادية والابتدائية، يعني بقى عندنا حالة الامتحانات ديت، مع إن هي مفروض مرحلة حصاد. أنا تعبت طول السنة وبذلت مجهود، منتظر اللحظة اللي أنا بحصد فيها نتيجة تعبي، والامتحانات تكون كده. لكن ما اعرفش ليه احنا عندنا في مصر دايما الامتحانات قلق، خوف، ترقب، الأسرة مشدودة فيها طوارئ. ليه يعني ده يا دكتور مجد؟ لأن النهارده حضرتك دايما بنقول إن الفترة بتاعة الامتحانات ليها تأثير مباشر على الأسرة والمجتمع عموما. النهارده حضرتك الماراثون بينتهي بفوز. الماراثون ما بيقعش في وسطه إلا اللي مش مدرب كويس. بالظبط. ما بيحققش نتائج الفوز إلا اللي مستعد كويس. وللأسف يا دكتور محمد بنفتقد كثيرا في البيوت جزئية إن أنا أبقى عارف قدرات ابني، القدرات العقلية والنفسية للأولاد، عشان النهاردة أبقى أنا عارف أنا بساعده في إيه وفي اتجاه إيه. الحمل اللي أنا هبدأ أحمله لابني نفسيا بيوصل لبعض الأسر إن هو بيبقى ضغوط، بتخلي الأولاد عندها توتر وقلق، لأن هو مهدد. مجهود العام كله هيروح، وخاصة مع الأسر بقى اللي بتقعد تعمل مقارنات. شايف ابن عمك بقى ايه، شايف بنت عمك ايه. المقارنات دي يا دكتور محمد بتبقى بتبقى هي السبب الرئيسي لافتقاد أولادنا الهمة وال يعني هو كل التوتر. واحد له قدراته. ويمكن مع حضرتك نادينا في أكتر من لقاء، نرجو أولياء الأمور بلاش مقارنة، فلان كذا فلان كذا. بص لابن عمك، لبنت خالك، لابن خالتك، مش عارف ايه، جابوا ايه، دخلوا ايه. دي يعني بتعمل عملية إحباط عند الطالب أكتر ما بتديله دافع إيجابي. يعني سلبياتها أكتر من إيجابياتها. والله يا دكتور محمد، أنا بقول دايما إن مقدار معقول من التوتر مفيد. يعني النهاردة ما بيكون في مقدار من تحفيز. التوتر بيدفع الطالب للاهتمام عشان يحقق النتائج اللي هو بيتمناها. يعني آه، يبقى القلق الطبيعي، لكن ما يتحولش الى خوف. ما هو طبيعي ان انا اكون قلقان ومترقب، لكن ما يبقاش القلق ده لدرجة ان انا افقد الثقة بالنفس. كل ده اللي احنا بنقوله حضرتك. أي حد في البشر بيستعد دائما لدخول اختبار أو دخول مقابلة أو دخول في إن هو هيتقدم لوظيفة أو امتحان. النهاردة التوتر بيبقى موجود عشان يبذل جهد وعشان يحقق. أما لو زاد التوتر عن الحد هيعرض أولادنا لضغط عصبي بيبقى شديد، وبيبقى فيه آه، أعراض مختلفة بتبقى كبيرة قوي، بتصيب الأولاد، منها الشراهة في الأكل، أو آخرون بيفقدوا شهية الأكل.
وحالات مرضية بنشوفها كتير، وبتجيلنا اتصالات يا دكتور محمد، الولد أو البنت عندها نوبة تقويء وإسهال، عندهم مم. أرق، ايوه. بينسوا اللي هم ذاكروه. الامتحانات مش الخوف، مم. الامتحانات هي ان انا هحقق ذاتي وهدفي. وهحصد اللي انا تعبته طول السنه. ودايما بنقول لازم نقلل كأسرة من مم. الآثار السلبية المصاحبة لفترة الامتحانات. يعني مش لازم ان انا اعمل المعسكر او الطوارئ اللي موجودة في البيت، لا، لازم نكون عندنا روح الدعابة مع أولادنا، روح إن إحنا نخرجهم، يبقى في العلاقات الاجتماعية موجودة، لأن ده بيرفع من ده القاعدة الذهبية الأولى، اللي هي إزاي نحضر أبنائنا نفسيا لامتحانات نهاية العام. حضرتك قدمت نصائح جميلة يعني للآباء أو الأمهات في التعامل مع الأبناء في أثناء فترة الامتحانات. يعني لو بتهمس في أذن كل أم وكل أب تقول لهم إيه، إزاي يتعاملوا مع أولادهم بالذات في أثناء فترة الامتحانات، وبالذات امتحانات الثانوية العامة أو الشهادات اللي بتبقى مهمة في حياتهم. أنا بقول لكل أم وأب لازم تتأكدوا من حصول أولادكم على قسط كافي من النوم. لو ان الجسم بالنسبة للأولاد في حالات التركيز الذهني بيحتاج من 8 ل 9 ساعات من النوم عشان مم. يقدروا يطلعوا كامل طاقتهم في الاستيعاب وفي المذاكرة وفي تجميع وتحصيل اللي بيذاكروه. لازم يتأكدوا ان هم بياكلوا بيتناولوا غذاء صحي قبل النوم، بعد الصحيان، اليوم كله. لازم تبقى الأم عاملة جدول بالأغذية الصحية اللي بتساعد الأولاد على إن هم يكونوا موجودين بعقليتهم وعندهم الاستيعاب الذهني. لازم أعرف القواعد الرئيسية للأولاد، إن هم أنا هحقق هدفي وذاتي من خلال تحضير الجيد ليا وللمادة العلمية بتاعتي، اللي هي في التقسيمة. احنا الثانوية العامة يا دكتور محمد هتبدأ 10/6، مم. وبعد كده و13/6، وبعد كده هياخدوا أجازة العيد ويرجعوا 16/6 تاني العيد. 22/6 مع أول اللغة. مم. لازم أبقى عارف إن نهاية كل أسبوع أعرف بالظبط إيه اللي ابني أنجزه. مم. لازم أكون جنبه، لازم أشجعه عشان مش كل الوقت مذاكرة. لازم أساعده في تقسيم الوقت عشان ما سيبهوش يتسلل إليه القلق والتوتر. والكثيرين اللي بيبقى عندهم هدف وأمل بيبقى عندهم نجاح أكتر من اللي بيصابوا باكتئاب فترة امتحان. لازم احافظ على المستجدات اللي بتكون في حياة ابني، والنهاردة لازم اكون مكتشف لمهارته وقدراته عشان اعرف نقاط القوة والضعف. ودي بتبقى انا بشوفها في البيوت المصرية يا دكتور محمد، مم. بتبقى العبء الاكبر على الام. طبعا. النهارده هي وزيرة التربية والتعليم في البيت، هي اللي بتمد يد العون لأبنائها، هي اللي بتستعد بيهم، هي اللي بتروح بيهم الدروس، وهي اللي بتقعد معاهم وتراجع. النهارده الأم هي وزير التربية والتعليم في البيت. وهي وزيرة الاقتصاد، ويعني هي رئيس الوزراء بتاع البيت يا دكتور. عشان كده يعني هي دور الأم لأن هي فعلا ملكة البيت زي ما بيقولوا، وده الدور المنوط بيها. لكن بنقول للآباء برضو المشاركة في تحمل المسؤولية مع بعض الأمهات مهم جدا يا دكتور مجدي. وعشان كده احنا يعني ما كانوا زمان بيقولوا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا. النهارده انا بقول لا، الام جامعه. الام من اعلى مراحل الحياه اللي بتعيشها الام دلوقتي هي ازاي تعلم اولادها،
بتعلمهم الخلق، بتعلمهم الآداب، بتعلمهم ازاي يكونوا على مستوى المسؤولية، لان هي اكتر في التواجد في المنزل من الاب اللي بيكون مشغول بالحياة، وان هو بيجيب الرزق بتاعهم حسب ما ربنا بيقول. عشان كده بقول أيها الأب لازم تكون أكثر تفاعل، وتتحمل وتتحلى بمهارة التشجيع والحث لأبنائك على إن هم بيحتاجوا لكل كلمة أنت بتقولها لهم وتشجعهم بيها. لو قلنا بقى لكل أم، بما إن إحنا بنتحدث عن الأمهات يا دكتور مجدي، أهمية وجبة الإفطار قبل الامتحان للطلبة. أنا دايما بقول يا دكتور محمد النهاردة مش لازم نثقل بالوجبة، يعني لازم أختار الوجبة اللي بتفيد الأبناء. إحنا مع درجات الحرارة اللي موجودة لازم يكون في إمداد الأولاد بالمياه، إمداد الأولاد بالعصائر الفريش، إمداد الأولاد بالوجبات اللي بتغذي المخ والعقل زي الأسماك، زي التونة، زي الفواكه المنتشرة في الصيف دلوقتي بقت جميلة، ودي ليها تأثير على الحالة الصحية والنفسية للأولاد. الصبح اللبن الدافئ اللي هي كوباية اللبن الدافئ، وفي ناس تقول لك انا ما بيكونش عندهم القدرة، لا، استبدليها بعصائر فريش تكون موجودة. ولازم نبقى عارفين ان وجبة الفطار لو في بيضة، لو في قطعة جبنة، لو في ساندوتش موجود، ما سقلش المعدة عشان ما سقلش الجهاز الهضمي، وبالتالي بيكون ليه تأثير على الاستيعاب الذهني للأولاد. لو قلنا بقى يا دكتور مجدي إن بعض الطلبة يمكن بيبقى عندها توتر، وهذا التوتر قد يأتي أو يتحول لاكتئاب أحيانا في فترة الامتحان. إيه الرسالة اللي توجهها لهؤلاء الطلبة، وإزاي برضو أنا كولي أمر أتعامل معهم خلال هذه الفترة الحرجة؟ والله أنا هبدأ بإن إحنا إزاي نحضر نفسنا الامتحانات. زي ما قلنا في 10/6 لازم نحضر نفسنا قبل فترة الاختبارات. الشعور بالتوتر الطبيعي ده حاجة طبيعية يعني بتسيطر علينا كلنا، فالأم والأب لازم يحافظوا على الهدوء والإيجابية. لازم أعلم أولادي اللي داخلين على فترة امتحانات إزاي يكون عندهم الاسترخاء أثناء الدراسة بذهن صافي. لازم أوفر لهم الجو الهادي اللي بدون صخب ولا صوت عالي عشان يبقى في تركيز في المذاكرة. لازم أخصص وقت للراحة والترفيه، عشان مش كل ال 24 ساعة مذاكرة. في عندي فترة نوم، في عندي فترة استرخاء، في عندي فترة أتمشى أنا وابني ساعة، وبعد كده نبدأ عشان أنا عايزه يستعيد نشاطه الذهني دايما. الاهتمام بتنظيم مكان المذاكرة لازم، عشان أقول لكل أم وأب النوم المبكر، تجنب السهر، عشان نحافظ على الحالة الذهنية للأولاد. أهم حاجة يا دكتور محمد إزاي أزرع جوه أبنائي الثقة في النفس. وفي دايما بنقول يعني في كلمات لو انت قلتها او انت قلتيها لابنائك، يعني انا بحبك، انت حاجة مهمة في حياتي، انا واثقة فيك وعارفة قدراتك، عشان تزودي الثقة. النهاردة الدعم النفسي لازم يكون هو ده الهدف اللي انا بقوله دايما، عشان نخفف من التوتر والشعور بحالات، بعض الحالات الاكتئاب اللي بتصيب بعض الطلبة. وكمان هنا بقى العلاقة بين أفراد الأسرة وبالذات الأب والأم لازم تكون علاقة، يعني حتى لو فيه مشاكل نتناسى هذه الخلافات في فترة الامتحانات. يعني احنا بنقول نتناساها طول العام، ويا رب بيوتنا كلها تبقى
سعيدة وبيوت عز دايما، ولكن على الأقل في فترة الامتحانات بلاش الخلافات اللي بتبقى بين الأب والأم، بالذات قبل فترة الامتحانات الأولاد، لأن ده بيؤثر بالسلب على الطلبة أكيد. والله يا دكتور محمد، احنا دايما بنقول ان من اجل صحة نفسية بتنطبق على ابنائنا قبل دخول الامتحانات او فترة الامتحانات، لازم نتناسى اي مشاكل ما بين الزوجين. دايما اقول لغة الحوار احترام. النهاردة اكتسب الاحترام في لغة حواري سواء من الزوج او الزوجة، ولو في اي خلافات ناخد بعض ونخرج نصفيها في اي مكان، نقعد نص ساعة ونرجع البيت بنبتسم ونضحك، لان ليه تأثير ايجابي على الحالة النفسية الاولاد. طبعا كل طفل او كل شاب او كل انسان بيعيش مع والديه بياخد وبيتأثر ايجابا بايجابية الوالدين. الطاقة الإيجابية دايما أنا بستمدها من والدي ومن والدتي. النهاردة الأولاد في الفترة بتاعة الامتحانات لازم يكون عندنا شعور إن إظهار سلوك التفادي والهروب من المواقف اللي بتسبب القلق والخوف لازم أدرب ابني عليها، ولازم أشجعه، ولازم أسيطر فيها على الموقف كأب وكأم. هنا يعني مهم قوي. يعني كان بعض الآباء والله بيشتكي لي يا دكتور مجدي إن عنده زوجته حالة عدم لا مبالاة، سواء الولاد في الدراسة أو الامتحانات، ممكن تخرج تسهر، ممكن تهتم بنفسها، ممكن تقعد سهرة في التليفون وكلام، أو زيارة لقرايبها أو كده، ولا كأن في امتحانات. البعض الآخر بتبقى على العكس، فيه طوارئ، فيه اهتمام، فيه شدة، فيه توتر، يعني يا إما كده إفراط أو تفريط، وبأعتقد إن الاتنين مرفوضين يا دكتور مجدي. والله ده احنا عايزين نفرد حلقة مخصوص مع حضرتك على الأم السلبية أو الزوج السلبي. الشعور بالسلبية من أحد الزوجين للآخر ده ليه تأثير سيء، تأثير نفسي، بيسبب حالة نفسية سيئة للأولاد، وخاصة الأولاد اللي بيكون عندهم اضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية واضطرابات مراهقة. كل دي بتأثر فيهم يا دكتور محمد. النهاردة الأم اللي عندها السلبية في التعامل مع أولادها وفي التعامل مع أهمية الدراسة لأولادها دي، بالإضافة للآلام النفسية بتسبب آلام جسدية ليهم تماما. فأنا بناشد كل أم وكل أب، ده توقيت اللي أنا أشجع فيه. وإحنا بنشوف المسابقات والماراثونات بيكون الأب والأم واقفين إزاي جنب أولادهم. أولادنا الجمال اللي عندهم إعاقات قد إيه بيبذلوا كل ما يستطيعوا بدافع من حب الأم والأب ليهم. وده هو ده السلوك القويم اللي إحنا بنقول ليه يا أمي الجنة تحت أقدام أمهاتنا. فيا رب يكون في كل واحد وواحدة بتسمع اللي احنا بنقوله اتعاملوا مع الإجهاد اللي بيصيب أولادنا، مع الإجهاد اللي بيصيب الأولاد في فترة الامتحانات بنوع من الاحترام. برضو نفس القصة اللي اتكلمنا عن سلبية بعض الأمهات، فيه بعض الآباء يا دكتور مجدي نفس القصة، جاي من شغله قاعد على القهوة ولا يعرف. أنا عايز أقول لحضرتك والله فيه بعض الآباء ما يعرفوا أولادهم في سنة إيه. يعني ودي كارثة. ما دي للأسف المشاعر السلبية اللي احنا بنقول عليها الحاضر الغائب، الأب الحاضر الغائب اللي مش موجود واللي ما بيشعرش بقد ايه في أهمية لولاده، عشان هم دول مشروعنا في الحياة، هم دول اللي احنا من خلال رأس مالنا.
او استثمار اللي احنا بنكون معاهم عشان نخفف عنهم التوقعات العالية قوي في الصدمات اللي ممكن تحصل لهم النهارده. فكر فكر بعقليتك ان النهارده كلما اهتميت بابنك كلما مريت بيه بسلام من مرحلة هو محتاجك فيها. ما والأب تقدرش. ليس مجرد حافظة نقود، يعني نرجو إن ده برضو يكون مفهوم عند الأب والأم، إن الأب مش مجرد هو مصدر التمويل للأسرة، لا، فيه عاطفة، فيه تحمل مسؤولية، فيه مشاركة مجتمعية، فيه مشاركة وجدانية مع الأسرة في ظل هذه الظروف الاقتصادية. فلا بد إن يبقى فيه التعاون، وإن احنا يعني تكون فيه مشاركة من الطرفين. لا أم تقدر تقضي حياتها 90% منها في المطبخ، ولا أب مقضي حياته على المقاهي. لا، الأسرة ليها أهمية ومهمة، والحوار الأسري والاهتمام بالأولاد هم ثمرة هذه الشركة اللي لو نجحت في إنها توصل ولادها لبر الأمان، أعتقد إنها تكون أسعد أسرة. عشان كده بنقول دور الأسرة يا دكتور محمد إن هي بتقدم الدعم النفسي وبتعزز الثقة عند الأبناء عشان ما يتعرضوش للتوتر، والبعض بيصاب باكتئاب. وللأسف النهاردة النوعيات أو الأمثلة اللي حضرتك بتقول عليها الحمد لله مش كتيرة في المجتمع المصري، دي قلة. وأنا بقول دايما إن الاهتمام بأبنائنا في الفترة دي لازم تعزيز الثقة يا جماعة، لازم أدعمهم بالكلمات التشجيعية، مكافآت، هدايا بسيطة، عشان ما يبقاش فيه جو من الكبت والكآبة اللي موجودة في بعض البيوت نتيجة استهتار الأم أو استهتار الأب بأولادهم. في قضية مهمة وخطيرة برضه يا دكتور مجدي، محاولة الأب أحيانا تشويه صورة الأم عند ولادها، أو محاولة الأم تشويه صورة الأب عند الأبناء، ودي برضه قضية في غاية الخطورة يا دكتور مجدي. والله يا دكتور محمد، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم. أنا النهاردة الإنسان اللي ما عندوش رضا، ما عندوش عقيدة، ما عندوش قناعة، دايما بيكون استغلال المواقف اللي بيكون فيها ضعيف، يطلع شريك حياته وشريك عمره ان هو الضعيف، ان هو السبب في فقدان الثقة، ان هو السبب في حالات انفصال بتبقى موجودة، وبنسمع ان هو بيكون هو السبب او هي السبب. لان احنا زي ما بقول لو عندهم ثقة في التعامل، واحنا بنشوف حالات كتير بيبقى فيها انفصال وبيبقى العلاقة فوق الممتازة، بل بالعكس كثيرين من الأولاد ما بيبقوش حاسين بهذه العلاقة اللي فيها انفصال. وأنا شفت حالات كتير، شفت الأم اللي بتكافح من أجل أبنائها إن هي توصل بيهم لبر الأمان في عدم وجود الأب، سواء بوفاته أو طلاقه وعدم التواصل معاهم. شفت الأب اللي بيحاول إن هو يكون مع ولاده في حالة الانفصال واستهتار الأم وبعدها عن أبنائها، وشفت قد إيه هو بيبذل المجهود. وكثيرين ما بيحبوش يجرحوا، وكثيرين ما بيحبوش يذموا ولا يختابوا ولا ينموا، لأن هو في الآخر لن يشموا ريح الجنة مختاب ونمام. بالظبط. يعني أعرف إحدى الأمهات منفصلة، وهي اللي بتربي ولادها وبتحاول تديهم صورة إيجابية عن والدهم وحياته وإنه كذا، لكن لما بيبقى يوم رؤية أو حديث تليفوني أو أي حاجة، يعني هذا الأب يشوه صورة الأم بكل الوسائل، ويقول للولاد ما تكونوش صورة مكررة من أمكم وكذا وكذا. يعني هنا حد بيدي صورة إيجابية، الحد التاني بيدي صورة سلبية، فهنا بعمل شوشرة عند الأطفال، وبيبقى هنا ضعيف الشخصية أو بأثر عليه سلبيا. والله يا دكتور محمد أنا دايما الأجيال دي أنا بحترم ذكائها. والنهارده الأولاد سواء صبيان أو بنات بيبقوا عارفين
الأسرة اللي هم عايشين فيها سواء مع الأم أو الأب أو تشويه أحدهما للآخر. أنا شفت حالات كتير زي ما حضرتك قلت إن الأم دايما بتشجع أولادها على اتصال بوالدهم ويكونوا على تواصل مع عائلة والدهم وتواصل مع والدهم في كل المناسبات وغير المناسبات. على النقيض بيبقى في آباء كتير يحاول، عارف ليه؟ لأن هو بيبقى مصاب بالنرجسية، مصاب بحالة نفسية ان هو عنده مشكلة ان الام دي كانت احسن منه، هي اللي خدت ولادها وربت. وفي الاحساس نفس الوقت بالنقص. ان ما هو دي المشكلة اللي بتقابل الكثيرين، ودي للأسف محدش بيبقى واخد باله ان اللي بتربي وبتكبر ده لوجه الله وبيكون ليها في ميزان حسناتها. وعشان كده ربنا بيكشف للأولاد كل منهم للآخر من هو الصالح ومن هو الفاسد. أخيرا، يمكن النهاردة اليوم العالمي للمتاحف يا دكتور مجدي، ويمكن زي ما حضرتك قلت إن في كتير منا ما يعرفوش بعض المتاحف الموجودة في مصر، وأحيانا الأجانب يعرفون أكثر عن مصر مما يعرفه أبناء مصر عن مصر. والله يا دكتور محمد، يعني تحية إجلال وتعظيم على مستوى الجمهورية إن النهاردة المتاحف فاتحة عشان احتفال دولي بتنظمه المجلس الدولي منذ 1977. وأنا للأسف النهاردة كل دول العالم بنلاقي أبناء الدولة عارفين. النهاردة بسأل ناس فين المتحف المصري اللي هو في ميدان التحرير، ما يعرفوش. فين متحف الفن الإسلامي اللي في باب الخلق قدام مديرية أمن القاهرة، ما يعرفوش. المتحف القبطي اللي موجود في شارع مارجرجس في مصر القديمة. احنا عندنا متاحف رائعة، لو رحت وقعدت في كل متحف يوم مش هتكفي الأيام. عندنا متحف قصر المانيال اللي هو في سراي المانيال ده، مش عايز اقول لحضرتك لوحات زيتيه لعائله محمد علي ومناظر طبيعيه جميله جدا جوه المتحف ده. كنت بسال احد الاصدقاء عن متحف جاير اندرسون، قال لي ده احنا عندنا في مصر ده موجود بجوار مسجد احمد بن طولون جوه. فخامه التحف اللي موجوده وتم ترميمها. متحف المركبات الملكيه ده اللي هنا جنب في التحرير، مبنى وزاره الخارجيه في جنب شارع التلفزيون هنا 26 جنب. يوليو. ايوه، متحف الشرطه جوه داخل قلعه صلاح الدين. يعني عندنا متاحف جميلة جدا. والناس اليومين دول اللي بيثقفوا أولادهم عن تاريخ مصر وعظمة مصر دايما بياخدوا أولادهم للأماكن اللي بنفتخر دايما بيها. ومش عايز أقول لك القلعة بقت الشكل طبعا. الجميل اللي وصلت ليه في التحضر. يعني كان نفسي أقابل حضرتك في افتتاح مسجد السيدة زينب يعني والفخامة جميلة جميلة. والفخامة ومن قبله مسجد الحسين، قبليه ومسجد السيدة السيدة نفيسة زينب، وقبليه السيد وعمرو بن سيد العاص. حسين. عمرو بن العاص. مساجد آل البيت، المساجد الأثرية في مصر اهتمام بيها، والقلعة والاحتفالات والليالي القلعة الجميلة يعني، واللي كانت بتقام في الربيع أو في حتى ليالي شهر رمضان حقيقي. ومسرح القلعة المكشوف والجو البديع واستغلاله، والقاهرة الفاطمية حقيقة يا دكتور مجدي يعني حاجة تحفة وفي متناول الجميع، بل إن بعض الأماكن بيكون دخولها كمان مجانا يا دكتور مجدي. المتاحف دلوقتي مجاني عشان الاحتفال لا، أنا بتكلم على طوال العام يا دكتور مجدي، مش لا، ما انا النهارده. عندك زي ما انت حضرتك ذكرت في قصور الثقافة شغالة، وفي عندنا الاماكن زي القلعة وبعض الاماكن الكثيرة في الاوبرا وغيره بتقدم فنون رائعة. بس هي المشكلة يا دكتور محمد إن إحنا نحرك رجلينا شوية ونتمشى ونروح عشان نعلم أولادنا إزاي يتمسكوا بأصول وحضارة بلادهم. نتمنى كده، ونتمنى إن شاء الله عام دراسي موفق
والنجاح لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور مجدي حسن علام، وكل سنة وحضرتك طيب ومستمعينا بخير. شكرا. كل سنة وحضرتك طيب ودايما في سعادة، وكل سنة وجميع العاملين في الإذاعة التعليمية بخير، ومصرنا الحبيبة بخير، ومستمع الإذاعة التعليمية بخير. شكرا جزيلا. شكرا.